محمد صلاح مش بس سجل هدفين وصنع هدف النهاردة. محمد صلاح مستمر في كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي. صلاح بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كان تساوى مع رقم التاريخي المسجل باسم روني، أكثر لاعب يسجل ويصنع في نفس المباراة ب 36 مباراة. صلاح في مباراة نيوكاسل سجل وصنع وبقى منفرد بالرقم القياسي 37 مباراة، سجل وصنع فيها رقم مستحيل حد يكسره إلا صلاح نفسه. محمد صلاح بقى رقم 8 في هدافين الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. بالمختصر، محمد صلاح ليس متعة المصريين والإنجليز فقط، بل عشاق كرة القدم على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم، بعد أن واصل صنع وإحراز الأهداف للفريق، حيث صنع هدف وأحرز هدفين في تعادل فريقه بثلاثة أهداف مع فريق نيوكاسل. وبذلك واصل محمد صلاح صنع التاريخ بعد أن اعتلى قمة هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم حتى الآن ب 13 هدف، كما تشير الإحصائيات إلى أنه أكثر من صنع وأحرز أهداف في لقاء واحد بمعدل 37 مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي. محمد صلاح وصل لفورمة مرعبة. أنا بجد عمري ما تخيلت إني هشوف لاعب مصري بالكواليتي ده. والله لو بنكتب فيلم خيالنا الدرامي مش هيوصل للي صلاح وصل له في الكورة. صلاح بينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي، 37 مباراة في الدوري الإنجليزي ممتاز كان فيها صلاح هدافا وصانعا للأهداف في نفس المباراة، ليصبح أول لاعب في الدوري بيحقق هذا الرقم، رقم قياسي عالمي لم يحققه أي لاعب آخر. صلاح بيتخطى الأسطورة روني 36 مباراة بفارق 214 مباراة أقل من النجم الإنجليزي. فخر العرب بيواصل إبهار العالم وإثبات إنه الأفضل على الإطلاق. أرسيل فينجر عبر سكاي سبورت قال: محمد صلاح وصل لمرحلة أساطير كرة القدم العالمية. ما يقدمه مو صلاح الآن شيء خرافي. هذا الموهوب يستحق الفوز بجائزة الأفضل في العالم، بالأرقام لا بالكلام. حقا هو الآن بالنسبة لي ليس أقل من ميسي ورونالدو في أي شيء، بالعكس هو أفضل منهم. هل يستطيع أحد كسر أرقام الملك المصري؟ محمد صلاح، الدوري الإنجليزي، ليفربول.